من الوصفات اللي محدش بيختلف عليها وكلنا بنحبها وتحديدا الأطفال المكرونة. النهاردة هقدمها لكم بطريقة سهلة وسريعة ومش هتاخد وقت أبدا، بس عاوزة أقول لكم فعلا طعمها في منتهى الجمال. إن شاء الله ما تجربوها تعجبكم. يلا نصلي على الرسول في الأول. ضفت الحلة على النار، فيها شوية زيت على معلقة سمنة بلدي، حابة تستخدمي زيت بس زي ما تحبوا. سخنتهم كويس جدا وهننزل بكمية السجق. أنا استخدمت هنا بالتقريب حوالي نص كيلو. الكبيرة كنت بقسمها على 3 أجزاء والصغيرة على جزئين. أهم تكة هنا عشان ما يتهريش معاكي وانتي بتقطعيه، لازم تكون السكينة حامية جدا ومش مشرشرة. تقلبتين 3 كده كل شوية، والنار زي ما قلتلكوا عالية، ما نهدهاش لحد لما يستوي معايا سوا تام. اهم حاجه نختار نوعيه سجق كده كويسه عشان تديكي تيست جميل في الاكله دي، يعني تجيبيه من عند حد مضمون. ساعات والله كنت بجيبه ينزل لي كميه دهون مبالغ فيها، لكن ما شاء الله السجق ده زي الفل، ما نزلش دهون ولا اي حاجه. شايفين فرق اللون يا جماعه؟ هو كده استوى سوا تام. هبدا بقى اطلع الكميه كلها في بوله خارجيه، وهقول لكم ليه انا بعمل التكه الصغيره دي. ما بسويش ابدا السجق في الصلصه عشان يحتفظ كده بنفسه في المكرونه وما يتهريش ابدا. الخلاصة بقى الحلوة دي هننزل فيها ببصلية متوسطة متقطعة لقطع صغيرة، هنشوحها لحد لما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا هتشوفوه ده. وبعد كده هنضيف فيها معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ما تكونش مليانة زيادة عن اللزوم يعني. هنشوح بقى الاتنين مع بعض لحد ما ريحة الثوم كده تطلع عليكي، وتنزلي بشوية فلفل حلوين، حار أو بارد أو ميكس ما بين الاتنين زي ما تحبوا. نشوح بقى كله كده مع بعض لحد ما الفلفل يدبل شوية. وكعادتي بحب ان انا اشوح برضو البهارات عشان الزيوت اللي فيها تطلع وتديكي تست حلو. ضفت بابريكا، فلفل اسود والملح طبعا نظبطه، ورشة سكر عشان حموضة الصلصة. واخيرا بقى التكة اللي هتفرق، شوية صغيرين من بهارات اللحمة، بتغير التست جدا بتاعة الوصفة دي. نمشي كده بالترتيب، هتاكلي احلى مكرونة بالسجق يا جماعة، خطيرة. برضو هضيف معلقة كبيرة من الصلصة المعلبة، ونص معلقة كمان، يعني معلقة كبيرة ونص. هنشوحها عشان نطلع الأجزة والملوحة اللي بتكون فيها. وضربت في الخلاط بالتقريب كده 5 حبات من الطماطم، ما كانوش كبار قوي. هننزل بقى بالطماطم ونغطي عليها ونهدي النار، وتعالوا بقى نشوف. سبكت شوية، أنا مش عاوزاها يا جماعة تتسبك زيادة عن اللزوم وتتقل وتخلي المكرونة ناشفة معايا، أنا عاوزاها تكون جوسي كده وفيها صوص. سبتها وهديت النار عليها، كان فاضلها دقيقتين. وكنت بقى حاطه الحله على النار فيها ميه بتغلي، شويه ملح، وهننزل بالمكرونه. اي نوع مكرونه انت بتفضليه، غطيها عشان تستوي معاكي بسرعه، بس بورب كده عشان ما تفرش. 5 دقايق بالظبط ترفعيها. انا عاوزاها تكون نص سوا مش مهريه. شايفين يا جماعه التسبيكه التحفه دي؟ ما نشفتهاش ولا اي حاجه. هننزل بقى بالسجق دلوقتي تقلبتين 3، وتسيبيه كده ياخد ويدي مع الصلصه اقل من نص دقيقه على نار هاديه، كده تضمني ان السجق عمره ما يتهري معاكي. وادي بقى المكرونه بعد ما صفيتها، وقلبي وشربي المكرونه التحفه دي من الصوص بتاع الطماطم والسجق. شايفين كل حبايه كده مفلفله، ما نتكش عليها في السوا، والسجق عمره ما هيتهري معاكي. يعني لو حلفتلك ان دي اجمل طريقه مكرونه بالسجق وصوص الطماطم، ممكن ناس كتير ما تصدقنيش، بس انا عارفه هتصدقوني لما تجربوها. يلا نشوفها على طبق التقديم. وعلى طول هنضيفها في طبق التقديم كده وهي سخنة. شايفين المكرونة مفلفلة والصوص فيها كتير، وده شرط نجاحها. وكمان قطع السجق عمرها ما تتهري معاكي بنفس الخطوات اللي احنا اشتغلنا بيه في فيديو النهاردة. ولو مش متوفر عندك سجق، تقدري تستبدلي بالفراخ، يعني عندك صدر فرخة او 2، قطعيه لمكعبات حجمها متوسط، وتبليه بملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات فراخ، واشتغلي بنفس الترتيب، هتاكلي برضو احلى مكرونة بالفراخ. بحاول اديكوا بدايل على قد ما اقدر، اللي عندكم اشتغلوا بيه. الفترة اللي جاية ان شاء الله هنقدم وصفات تكون سهله وبسيطه ومناسبه لجو الحر، وكمان المصايف والبحر عاوزين الوصفات السهله، اللي هو تخشي المطبخ كده في ربع ساعه تطلعي بالاكلات اللي الولاد يحبوها. شايفين المكرونه تحفه. وكمان كان عندي شويه بيبسي لزوم الاكله الحلوه دي. لو وصلتوا لحد هنا، اوعوا بقى تنسونا في خالص الدعاء ولايك وشير لو الفيديو عجبكم. وكمان اوعوا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب. استودعكم في امان الله، مستنيه تعليقاتكم اللي بتسعدني، وباي باي.